وحشتوني. بقالي سنة ما بعملش أي حاجة، وكنت وعدتكم بفيديو عن اللغة الإنجليزية. بقاله سنة منزلش. فالنهاردة جيت بقى إيه بعد ما خلاص بقى إيه جبت لك الخطة وجبت لك النهائي يعني. أول حاجة أنا عايز أتكلم النهاردة عن الموضوع إزاي تتعلم اللغة الإنجليزية. ما أعتقدش إن مفيش حد ما اتكلمش عنه. ابحث على اليوتيوب هتلاقي 100 واحد، 100 واحد إيه ده، مليار واحد اتكلم عن تعلم اللغة الإنجليزية. بس إيه الفرق؟ ان انا جاي لك بعد ابحاث واخطاء واحباط كتير قوي. يعني انا كنت بتعلم مع نفسي فغلطت كتير جدا، فجاي اختصر عليك كل ده. هختصر عليك تعب ومجهود كتير قوي، والفيديو ده لو التزمت باللي هقول لك عليه اوعدك هتتعلم انجليزي ولوحدك. تعلم الانجليزي هو مستويات من A0 لحد C2، اللي هو A0 A1 A2. انا بس عايزك تكون A1 اللي هو عارف الحروف وعارف طريقة نطقها. ورقه وقلم بقى واكتب معايا هتعمل ايه بالظبط. اول حاجه هتخش على اللينك اللي تحت الفيديو ده اللي بعنوان الكلمات. تلاقي سلسله مكونه من 24 حلقه لاستاذ ابراهيم عادل الغني كده كده عن التعريف. بعد ما تخش على سلسله الحلقات دي هتذاكرها ازاي؟ بدايه انت هتسمع الحلقه لاول مره كانك بتتفرج على فيديو عادي. هتركز فيها وما تكتبش اي حاجه اول مره تسمع فيها الحلقه. بعد كده هتشغلها مره كمان. في الصفحه اللي من هنا دي هتكتب فيها الجمل بدون ترجمه، والصفحة التانية هتكتب فيها الكلمات بالترجمة، ولكن هتكتب الجملة لوحدها من غير أي ترجمة. تاخد بقى الجملة دي تمارسها في يومك العادي. أنا مش عايزك بس إنك تاخد الكلمة وتكتبها على ورق، لا أنا عايزك تمارسها في يومك تتكلم بيها. واوعى تخش على الحلقة اللي بعدها غير لما تكون متأكد إن أنت أتقنت الكلمات اللي في الحلقة اللي قبلها. وهنا أنا قلت أتقنت مش حفظت. أنا مش عايزك مجرد تحفظها وتاني يوم تنساها، أنا عايزك تمارسها كل يوم، تستخدمها في يومك العادي وانت بتتكلم. اتكلم مع نفسك لو مفيش حد تتكلم معاه. بعد ما تخلص اول حلقة وتسمعها وتكتب الكلمات وتتقنها، هتخش على اللينك اللي تحتيه. هتلاقي سلسلة حلقات من انجلش فور يو، الحلقة منهم ساعة الا شوية. هتسمع الحلقة كلها. الحلقة تكون بتتكلم على موضوع معين. في اخر الحلقة هيكون في قصة تمثيلية عن الموضوع اللي انت سمعته في الحلقة. هتاخد القصة دي بقى لوحدها وتسمعها لوحدها، ده بعد ما تسمع الحلقة كاملة، وتبتدي تسمعها اكتر من مرة. بعد كده هتبتدي تقول مع الممثل، تقول الجملة اللي هو بيقولها وكأنك ضله، هتقولها معاه بالظبط. دي بقى اسمها الشادوينج. ده بقى هيفيدك في ايه؟ هيفيدك في حاجات كتيرة جدا. اول حاجة انت بتسمع انجليزي فهتقوي عندك مهارة الاستماع. تاني حاجة ودي الاهم، انك هيحسن عندك طريقة النطق. انت في البداية هتلاقي الموضوع صعب وتقيل وهيقرفك، بس صدقني الفرق هيبان من بعد اول حلقة. اقول لك برضو عشان تاخد بالك الفرق هيبقى واضح قد ايه. افتح الكيبورد بتاع التليفون وهاته بالانجليزي واكتب الكتابه بالصوت وقول اي كلام بالانجليزي. هتلاقي الكيبورد نفسه مش فاهم انت بتقول ايه لو انت لسه مبتدئ. هو مش هيكتب حاجه لانه باختصار مش فاهمك. ده بالظبط اللي هيحصل لما تكلم حد اجنبي، هو مش فاهم انت بتقول ايه مع انك بتتكلم انجليزي. بعد ما تعمل الشادوينج بعدها بكام يوم كده ابتدي خش واكتب تاني بالصوت، هتلاقي فعلا ان هو فهمك، ان انت حسنت عندك النطق بتاعك. ابتدي سجل لنفسك قبل ما تعمل الشادوينج اول مره خالص، وبعد اسبوع ابتدي سجل تاني واسمع التسجيل القديم والتسجيل الجديد. وبعد الحلقه دي هنزل لك حلقه كامله عن ازاي تعمل الشادوينج وشويه حاجات كده هتساعدك انه يكون اسهل عليك. بعد ما تخلص مع استاذ ابراهيم عادل كورس الكلمات انت هتكون وصلت لمرحله كويسه جدا. بعدها انت تقرر اذا كنت حابب تكمل المستوى الاول وتخش على المستوى الثاني، ولا حابب تتعلم من الافلام ومصادر تانية. وبس كده، ده كان موضوع حلقتنا. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.